معقولة العسل ده؟ كوباية دقيق واحدة بس، كوباية سميد واحدة بس، كوباية سكر واحدة بس، وهيطلع القمر ده اهو. يلا بينا نشوف عملنا ازاي. يا مساء الفل، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجه حلوه، سهله وجميله. مكوناتها ان شاء الله موجوده عندك في البيت. آه مكوناتها زي ما احنا شايفين كده. كوبايه سكر، كوبايه دقيق، نص كوبايه زيت، كوبايه سميد، كوبايه لبن. وطبعا ممكن تضاعف الكميه لو انت حابه، يعني لو حابه تعملي كوبايتين دقيق هتزودي كوبايتين سكر، كوبايتين سميد بسبوسه، كوبايه زيت كامله، كوبايتين لبن. دي كل مكونات اللي احنا محتاجينها النهارده لوصفتنا. اول حاجه طبعا هنخلط المكونات الجافه. انا هعمل كوبايه واحده بس كل نوع. هنفضي كوبايه الدقيق بتاعنا عليها كيس بيكنج باودر. دي الوصفة اللي احنا هنعملها دي نوع من انواع الحلويات اللبناني اسمها السحوف اللبناني. هنحط كمان كوباية سميد البسبوسة، هنحط معلقة كركم على رشة ملح. دي كده المكونات الجافة بتاعتنا، نقلبها مع بعض. تمام، يبقى احنا كده دلوقتي معانا كوباية دقيق، كوباية سميد على بعض اهو، مع رشة ملح، مع معلقة كركم صغيرة. وممكن لو حابة كمان تحطي معلقة ينسون مطحون، بيديلها ريحة وطعم، بس احنا يعني بصراحة ما بنحبش اليانسون فيه. تمام كده، دي المكونات الجافة اهي. المكونات السائلة بقى، هنحط كوباية اللبن، كوباية السكر، وهنقلب السكر مع اللبن لغاية ما يدوب تماما. وبعد كده هننزل بالزيت بتاعنا على نفس على اللبن والسكر، نقلبه كويس برضه لغاية ما يدوب. هننزل بالزيت بتاعنا زي ما قلت لك. لو حابه تضاعفي الكميه لان هيبقى طعمها جميل جدا، لو حابه تضاعفي الكميه بتضاعفيها، بتعملي بدل الكوبايه الواحده كوبايتين، وكوبايه نص كوبايه الزيت هتبقى كوبايه زيت. تمام، هننزل بقى بالمكونات الجافه على الخليط السائل. هنقلب كده، هيبقى عندك نوع من انواع الحلويات الجميله، نوع حلوى لبناني اسمها السحوف اللبنانيه. الخليط بتاعنا بقى جاهز. هنفضيه بقى في الصينيه بتاعتنا، صينيه مدهونه زيت ومرشوش فيها رشة دقيق بسيطة جدا. هننزل بالخليط بتاعنا في الصينية. زي ما تشوفوا، لو عندك أي مكسرات لو حابة تحطها على الوش مفيش مشكلة. أنا عندي شوية فول، هبدأ أزينها كده بالفول وأوريكم شكلها قبل ما أحطها في الفرن إن شاء الله. بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، أدخلها الفرن على درجة حرارة 180، هقعدها في الفرن نص ساعة في الفرن الوسطاني، ولما تطلع نشوف شكلها ازاي وهنعمل ايه.
دي شكل العسل بتاعتنا بعد ما قعدت في الفرن بالظبط نص ساعة على درجة حرارة 180 زي ما قلت لكم. أول ما بتطلع بندهن وشها كده بالشربات الخفيف. هقطعها بقى وأوريكم شكلها عامل ازاي، طعمها جميل جدا. وده شكل العسل بتاعنا اهو، بجد طعمها خطير. لو اعرف انها سهله كده كنت عملتها من زمان. طعم وريحه بجد فظيعه، من اسهل الحاجات اللي هتعمليها. كل مكوناتها ان شاء الله موجوده عندك في البيت. هكلمكم دلوقتي عن الكركم واهميه الكركم على السريع كده. الكركم طبعا يعتبر كنز ذهبي غني بمركب الكركمين، كنا بنسمع عنه، اللي هو الفعال المعروف بانه مليان مضادات اكسده، مهم جدا للالتهابات. ومن اهم فوائده طبعا انه بيريح المفاصل جدا، ومهم جدا في الم المفاصل. الناس اللي عندها خشونه بنصحهم تناول معلقه كركم يوميا. طبعا الكركم من الحاجات اللي بتدعم صحه القلب والدماغ، بالاضافه الى انه من الحاجات الجميله اللي بتحسن البشره. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو عجبكم متبخلوش عنها بلايك، مشاركه للفيديو، مشاركه في القناه. اشوفكم فيديوهات جديده ان شاء الله.